كل الدعم لاخواتنا في غزة، اقل الايمان مننا الدعاء ليهم. ربنا ينصرهم يا رب على المعتدين، ويقوي من عزيمتهم واصرارهم على الانتصار ورجوع الارض لاصحابها، ويقويهم يا رب على كل متخاذل عن حقهم. ماتش ود قوي ما بين الجزائر وما بين منتخب مصر. الجزائر يعتبر ثالث منتخب قوي في افريقيا بعد المغرب والسنغال. منتخب مصر معاه مدرب وفريق بجيل مبشر. خسارة منتخب مصر ضد تونس في الماتش الودي في المعسكر اللي فات هيدي ضغط قوي في المباراة ضد الجزائر، لانك هتخسر من فرقتين من نفس الليفل تقريبا من شمال افريقيا. الجزائر منتخب عنده استقرار فني مع جمال بالماضي، المدرب اللي خد معاهم بطولة افريقيا على اراضي مصر في 2019، ومعاه سكواد قوي جدا في جميع الدوريات الاوروبيه. وجمال بالماضي عنده مرونه تكتيكيه، يعني عنده اللقاء اللي فات كان لاعب بطريقه ال 4-4-2. في اول مباراه الجويري لاعب السادرين الفرنسي، مهاجم امكانياته كويسه جدا، كان لاعب جنب اسلام سليماني، لكن هو كان بينزل يستلم كتير من تحت، كان بيقوم بمهام المهاجم الوهمي في اوقات كتير. رباعي خط الدفاع في منتخب الجزائر اللي هم تقريبا مصفوفه اساسيه، رباعي محترفين وفرق قويه في اوروبا. يعني لو اتكلمنا على عيسى مندي في فيا ريال الاسباني، وبين سبعيني طبعا في بروسيا دورتموند، وعلى الشمال طبعا موجود نوري لاعب ولفرهامبتون الانجليزي، وفي اوقات بيلعب توبا، وعلى اليمين موجود عطال، وممكن البديل ليه فاندن كرويف. الرباعي بيساعده جمال بالماضي ان هو ينفذ اي طريقه لعب هو محتاجها. لو هيبدا مثلا الكره من تحت، عنده اتنين بيستلموا بالكره بصوره ممتازه وبيوصلوها بصوره اكتر من ممتازه، وهما بين 70 وعيسى مندي. وعيسى مندي عنده كروس باص بدقه عاليه جدا. لو اتكلمنا عن وسط الملعب، عندك لاربي لاعب الارتكاز، لاعب فاينورد الهولندي اللي بيقوم بمهام اسماعيل بن ناصر لاعب ميلان اللي مصاب حاليا ونتمنى له الشفاء العاجل. ووجود عوار برضه في وسط الملعب، ده غير في جولي وفارس الشعيبي. وعلى الجناحات طبعا حدث ولا حرج رياض محرز. وعلى الشمال موجود عموره اللي عامل زي تريزيجيه شويه، لاعب بيمتاز بسرعه عاليه جدا. وموجود برضه سعيد بالرحمه نجم مستهام. وفي الخط الامامي موجود سليماني، وبغداد بنجاح اللي هو مصاب مش موجود في المعسكر ده، وجويري اللاعب اللي موجود في اول معسكر ليه مع منتخب الجزائر. اما منتخب مصر فكميه المحترفين قليله عن الجزائر طبعا، بس ده بالنسبه لي ليس له معنى. انت عندك المنتخب كان بدون محترفين باستثناء زيدان في 2008 وخد بطوله، هي افضل بطوله لمنتخب مصر. لكن الطريقه اتوقع من فيتوريا ان هو هتكون مختلفه شويه، لان عندك جناحات منتخب الجزائر قويه جدا، فهيكون في ادوار دفاعيه متلازمه لمحمد هاني او لمحمد حمد ناحيه الشمال، اللي اتوقع هيكون موجود مكان فتوح في الماتش ده. اتوقع تشكيله منتخب مصر هتكون ال 4-3-3 العاديه جدا، وهتكون مكونه من محمد عبد المنعم وعلي جبر، وعلى الشمال محمد حمدي، وعلى اليمين محمد هاني. وسط ملعب او لاعب رقم 6 هيكون مروان عطيه، واثنين لاعيبه رقم 8 زيزو على اليمين، وعلى الشمال حمدي فتحي. اثنين وينجات محمد صلاح تريزيجيه، مهاجم وحيد مصطفى محمد. الجزائر اتوقع هتبدا برباعي في خط الدفاع، عيسى مندي وبن سبعيني، وعلى الشمال نوري، وعلى اليمين عطال. ثلاثي وسط الملعب لاربي وفارس الشعيبي وفي جولي. ثلاثي الخط الامامي رياض محرز على اليمين واسلام سليمان مهاجم وحيد. من ناحيه الشمال هيكون في مفاضله ما بين عموره وما بين سعيد بالرحمه، لكن اتوقع عشان عموره بدا اللقاء الماتش اللي فات قدام راس الاخضر، وسعيد بالرحمه لاعب مش عادي، لاعب بيلعب في اقوى دوريات العالم في وست هام، حتى لو الموسم ده بيلعب مش بصوره اساسيه، لكن يظل عنصر مهم جدا في خطه جمال بالماضي مع المنتخب الجزائر. اتوقع يكون هو الاساسي في الماتش ده، وهيكون عموره هيكون ليه دور في الشوط الثاني. مباراة كلها دفع قوي جدا لمنتخب مصر، سواء كان بالايجاب في حاله الفوز او بالسلب لو لا قدر الله حصل هزيمه، لكن في جميع الحالات اتوقع ان احنا هنكون مستفيدين في المباراه دي، واتوقع لقاء فوز منتخب الجزائر على منتخب مصر بنتيجه 2-1.